ازيكم يا حبايبي يا حلوين؟ وحشتوني قوي، وحشتوني كتير. في الاول كده هنصلي على النبي نقول عليه افضل الصلاه والسلام. شجعوني بقى بشير واشتراك ولايك ودوس على زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. النهارده هنعمل وصفه بقى معتبره، وصفه هتخلي المعالق بتاعتك حاجه كده بتبرق وحاجه جميله. طبعا احنا داخلين على عزومات رمضان، طبعا احنا نوفر وندبر. عمرك ما هتجيبي معالق جديده عشان العزومات والكلام ده. انا هخلي لكم معالق جديده بسر في ورقه الفويل دي. معانا ميه، طبعا لازم تكون مغليه، ميه تكون بتغلي. معايا حوالي لتر ونص ميه مغليه، لازم تكون مغليه. طبعا انا معايا دي الفويل اللي انتوا شفتوها دي اقل من ربع متر. هنمسك الفويل نعمله كده كوره، وهنعمله كمان كوره. طبعا السر في الورق الفويل ده حاجه سحر، سحر والله العظيم، حاجه كده سحر، حاجه كده جميله. هنعمله كده 4 5 كور، شايفين اهو. وهنحط البريل، اي بقى مسحوق صابون عندك اهو، شايفين اي مسحوق صابون عندك. بصوا السر بقى في معلقه ملح الليمون دي، شايفين المعلقه دي اهي. هنحط معلقتين كبار، شايفين عامله ازاي اهو، تتفاعل اهي. وهنحط ايه بقى، حوالي نص كوبايه خل، شايفين. حته وصفه بقى جميله من الاخر. عندك بقى ليمونه بايظه، ايوه بايظه، ليمونه بايظه كده هتمسكيها وتفرفتيها كده. بص الليمونه البايظه دي اهي. انا عايزه اقول لك على سر الوصفه اللي قالتها لي واحده ست كبيره، بس مش عايزه اقول لكم الستات دول الكبار دول حاجه كده خبره مش طبيعيه. بصوا شايفين عامله ازاي. حطيت البريل، ملح الليمون، ورق الفويل الليمونه زي ما انتوا شايفين كده، والورق الفويل بتاعنا، والخل. اهم حاجه الخل، نص كوبايه خل. هنحط ايه بقى بعد كده. طبعا المعالق بتاعتنا مهما تدعكوها برده بتبقى مطفيه، بصوا تحس انها مطفيه كده. هنحط بقى ايه المعالق بتاعتنا في الميه المغليه دي. حاجه كده سحر، حاجه في منتهى الجمال، حاجه وصفه كده جميله من الاخر لعزومات رمضان. بتعملي بقى حاجه المعالق تشرفك كده قدام الناس. هنسيبها تغلي، وهنسيبها في الميه السخنه حوالي نص ساعه، نص ساعه او تلت ساعه كده. هنسيبها بقى مع بعض كده وهوريكم بقى النتيجه. بصوا بقى كده بقى لي 10 دقايق. انا هسيبها زي ما قلت لكم. بصوا باللمعه، انا عايزه اوريكم بس لسه هدعكهم طبعا. بصوا عامله ازاي، بصوا شايفين عامله ازاي الميه. بصوا المعالق بتلمع ازاي، جميله، حاجه كده هتتبهروا بيها، شايفين. هسيبها بقى طبعا كمان تلت ساعه وهنشوفها مع بعض. بصوا عايزه اتفرجوا بس على اللمعه عامله ازاي. بصوا شايفين اللمعه، بصوا اللمعه. الورق الفويل ده، الورق او ورق الالومنيوم ده كفيل يخلي اللمعه كده مش طبيعيه، مع ملح الليمون مع البريل مع الليمونه مع الخل، حاجه كده خرافه. هرمي انا الميه؟ لا مش هرميها، انا هدعك بيها الحوض بتاعي. بيدعك بيها الحوض الابيض العادي اللي هو الرخام العادي، او الحوض الالومنيوم العادي. فدلوقتي هغسل المعالق دي بقى ونشوفوها بقى وتشوفوا جمالها. بصوا الجمال، انا عايزاكم بس تتفرجوا على اللمعه اللي في المعالق. بصوا الجمال، بصوا عامله ازاي، حاجه كده يعني. انا مش عايزه اقول لكم على الجمال والمعالق واللمعه اللي في المعالق واللي في الشوك. بصوا عامله ازاي، بصوا يا جماعه، بصوا الجمال. رمضان داخل عليكم، كل سنه وانتم طيبين يا رب. كده هيبقى في عزومات وكده، دي حاجات دي تشرفكم يعني. مش معقول هتجيبي معالق، لا دبري ووفري وحطي المعالق زي ما عملت كده بالظبط. بصوا الجمال، بصوا اللمعه، كفايه اللمعه بس، حاجه كده تشرف. بصوا الجمال. بس اوريكم حاجه كمان. بصوا اللمعه اللي في اللي في الحله، مرايه والله العظيم، 3 مرايه. بصوا بقت الحله السلسين. ولا اقول لكم بقى، انا عندي الحوض ابيض، حاجه كده فله. حبه لو حوض سلستيل بقى يا نهار ابيض، حاجه كده فوق الوصف والجمال. بصوا شايفين عامله ازاي اللمعه في منتهى الجمال، حاجه كده هتشرفك وجميله جدا جدا جدا. يا رب بقى الحلقه بتاعتي النهارده تكون افادتكم. ما تنسونيش بقى بشير واشتراك ولايك، ودوس على زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. بحبكم، باي.